سلام عليكم. تخيل معي راجل حج كي يبيع في دكانه بمراكش، ولكن تحت الأرض عشرات الجثث مقطوعة الرؤوس. وجه يصرخ خوفا. هذه قصة الحج المسفيوي. في بداية القرن 20 بمراكش، كان المسفيوي خراز كيبان حج طيب، ولكن كان يقتل النساء بمساعدة عجوز سميتها عنه بعد ماكيخ درهم. قتل 36 امرأة. لهب. لقوا 20 جثة تحت الدكان و16 في الحديقة. بقوا يمارسوا هذه الجرائم سنين، حتى والدي ضحية تابعوا بنتهم واكتشفوا الحقيقة المرعبة. السلطات تفتش والقوا الهول. وجه يصرخ خوفا. العقوبة كانت أبشع. دفنوه حي واقف داخل جدار في سوق مراكش يوم 11 من يونيو لسنة 1906 أمام الناس كلها، وبقي تما حتى مات بالعطش والجوع. هادشي كيروع. وجه يصرخ خوفا. واش سمعتي بهذه القصة من قبل؟ حكي لي في التعليقات. دير لأيك واشترك وشارك الفيديو. مغربي نشوفكم في الفيديو الجاي. شبح سلام.